النهارده هنتعرف على كل انواع الاجازات اللي نص عليها قانون العمل الجديد بعد صدوره بشكل رسمي. مدتها قد ايه وشروطها ايه؟ السلام عليكم، انا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو انت اول مره بتشوف البرنامج فالبرنامج عباره عن معلومه قانونيه جديده بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقه جديده. وقبل ما نبدا الحلقه احب افكرك ان قانون العمل الجديد صدر في 3/5/2025 لكن لسه ما اتطبقش، وميعاد تطبيقه هيكون اول سبتمبر 2025، وفي الميعاد ده هيتلغى قانون العمل القديم او قانون العمل الساري حاليا رقم 12 لسنه 2003. والاجازات اللي نص عليها قانون العمل هي 6 انواع من الاجازات. اول نوع منهم اللي هي الاجازات السنويه والراحات الاسبوعيه. الراحه الاسبوعيه هي 24 ساعه راحه بعد 6 ايام عمل متصله، يعني يوم اجازه في الاسبوع، وده بيكون مدفوع الاجر، وده طبعا على الاقل. في صاحب عمل ممكن يزود عن كده ويخليهم يومين. اما بالنسبه للاجازات السنويه فبتكون 15 يوم اجازه في السنه مدفوعه الاجر بالنسبه للعامل اللي لسه في اول سنه من الخدمه. اما بعد السنه الثانيه من الخدمه فبتكون الاجازات 21 يوم سنويا مدفوعة الأجر. أما من أمضى في خدمة صاحب عمل واحد أو أكتر 10 سنين أو أكتر فبيكون له 30 يوم أجازة. كمان العامل اللي عدى سن ال50 بيكون له 30 يوم عمل أجازة. أما بالنسبة لذوي الإعاقة والأقزام فبيكون ليهم 45 يوم أجازة سنوية مدفوعة الأجر. في 7 أيام زيادة كمان للي بيشتغلوا في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية. ولما حد يجي يسألني ايه هي الاعمال الخطرة او المناطق النائية او الاعمال المضرة بالصحة، هقول لك دي بيصدر بتحديدها قرار من وزير العمل. طيب في حاجة كمان بتخص الاجازة دي اللي هي الاجازات العارضة. الاجازات العارضة هتكون 7 ايام في السنة بحد اقصى يومين في المرة الواحدة. والاجازات العارضة خد بالك بتحتسب من الاجازات السنوية. وتاني نوع من الاجازات هي اجازة الوضع. اجازة الوضع في القانون الجديد هتكون 4 شهور. الأجازة بتبتدي في مدة سابقة على الولادة ولاحقة على الولادة، يعني الولادة لازم بتكون في نص الأجازة، بحيث إن المدة اللاحقة على عملية الولادة بتكون على الأقل 45 يوم. العاملة بتستحق الأجازة دي بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها. الأجازة دي بتكون مدفوعة الأجر، بيشترط فيها إنها تقدم شهادة بميعاد المتوقع فيه حصول العملية. والمفاجأة كمان إن الراجل كمان له أجازة وضع، وده مش هزار. الراجل له اجازه وضع. اي عامل بيولد له مولود فله ان هو ياخد اجازه يوم العمليه فقط، ودي بتكون اجازه مدفوعه الاجر، وله انه ياخدها 3 مرات طول مده خدمته. وطالما اتكلمنا عن اجازه الوضع هنتكلم عن اجازه رعايه الطفل. اجازه رعايه الطفل بتكون بحد اقصى 2 سنين، وبتستحق العامله 3 مرات طوال مده خدمتها، بشرط ان هو يكون ما بين المره والمره 2 مده. الاجازه دي بتكون غير مدفوعه الاجر، بتكون على حساب العامله نفسها، يعني هي بتقعد اجازه لكن ما بتاخدش اجر ولا تعويض عن الاجازه دي. طب حد هيقول لي طب ما تسيب الشغل وبعد ما تخلص الاجازه بتاعتها وبراحتها ترجع. هقول لك ان هنا صاحب العمل ممكن ما يرجعهاش، لكن لو اخذت اجازه رعايه الطفل صاحب العمل ملزم ان هو يرجعها على نفس الوظيفه بتاعتها. وكده فاضل لنا نوعين من الاجازات: اجازه الحج او العمره. اجازه الحج او العمره دي بتمنح للعامل او العامله مره واحده طول مده خدمته، بتكون مدتها شهر وبتكون مدفوعه الاجر لاداء فريضه الحج او فريضه العمره، وليها شرط واحد: قضاء 5 سنين في خدمه صاحب العمل. اخر نوع من انواع الاجازات هي الاجازه الدراسيه. الاجازه الدراسيه دي لو حضرتك بتدرس وداخل الامتحانات، ايام الامتحانات هتاخدها اجازه مدفوعه الاجر لا تحتسب من رصيد الاجازات السنويه، بس لازم تحقق شرطين. اول حاجه ان انت تبلغ صاحب العمل قبل ما تقوم بالاجازه ب10 ايام. تاني شرط ان انت تقدم له ما يفيد دخولك الامتحان. ودي كانت كل حاجه عن الاجازات في قانون العمل الجديد. سلام.